اتفضل يا ام يوسف. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دا أشوف أكو يتصلون من العراق ويقولوا لك أنت وين تريد توصل وأنت دا تسوي طائفية عندنا. محدثتك والله على ما أقول شهيد، والدي انقتل بالحرب الطائفية بين الشيعة والسنة ب2005. يعني أنا من أم وأب شيعة، ودائما أدعي لوالدي لأنه كان رجل طيب إنه رب العالمين يغفر له، لأن يمكن ما توفرت له الفرصة أحد يلزم الحجة ويهتدي مثل ما أنا اهتديت. يا شيخ مو أنت اللي تسوي الطائفية، أرجو أن ترد عليهم بهذا الرد. بالوقت الحالي إحنا بالعراق تعرف صار عندنا هذا النكرة النائب بالبرلمان تعدى على الصحابة. ما شفنا مغمم شيعي استنكر، وبنفس الأسبوع في نائب ثاني شيعي منهم وبيهم انتقد فقط انتقاد تشريع عطلة عيد الغدير. قال بما معناه انه احنا كل يوم نسوي عطلة، هسه حتى لو بايسكل راح نسوي عليه عطلة. قامت الدنيا وما قعدت. فمنو هنا الطائفي؟ هم الطائفيين، هم اللي يزرعون الفتنة. والطائفية بدت من المجوس والفرس، هذا الشيء اللي أتمنى عوام الشيعة يفتهموه. أما المداخلة الأخيرة اللي أريد أقولها، فيا شيخ أكو يتصلون أو مثلا يتباهون أنه شخص تسنن. أريد أقول لهم ما زاد حنون في الإسلام خردلة، وإحنا دا نشوف كل اللي دا يتسننون، أما يردون زنا مشرع للمتعة، أو يردون يذنبون طول السنة ويروحون يزورون وتنغفر لهم ذنوبهم بهذا الدين الكارتوني، وأغلبهم من أرذل الناس وأكثرهم انحطاطا. بالمقابل تشوف عقلاء الشيعة والمثقفين كلهم دا يتسننون، ولله الحمد. الحمد لله، ربنا يبارك فيك، الله يعزك.